اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. قررت بقى النهارده ان انا اعمل سمك بولتي. احلى سمك بولتي تاكلوه في البيت يا جماعه، مش بره. انت بتبقي ضامنه نظافتك، ضامنه الزيت بتاعك، ضامنه كل حاجه. انا نزلت كده جبت 3 سمكات عليا ليا انا ومامتي، وطبعا خليته ينضفوا. انا هعتمد على تنظيفه؟ لا، رحت غاسله الحوض كويس وحطيت اكياس. تمام. وبعد كده رحت جايبه السمك بتاعي جوه الحله ومسكت السكينه. قعدت ايه بقى اعمل فيه؟ ما لقيتش بصراحه، لقيته منضفه حلو وغسلته كويس وحطيته في حله وابتديت اعصر الليمون. بس بغسل الليمونه كويس يا جماعه علشان خاطر ان انا هحطها بعد كده مع ايه، مع السمك. وفي ناس بتحط ليمون وخل وملح، ده اسمه المحلول بتاع السمك، عشان خاطر لو في زفره بتروح. طبعا انا ما حطيتش خل لان انا لو سبته في المحلول ده حوالي اكتر من 5 دقايق الجلد بتاع السمك او لحم السمك هيتهري لو في خل. انا حطيت بصراحه ليمون وملح، وبعد كده غطيت الحله وبدات ايه ان انا ارجع وسبتهم بقى جنب وقلت اروح اعمل التتبيله بتاعتي. كنت انا فصصت توم بكميه معقوله، انت تقدري حضرتك تقيميها. وحطيت كمون وحطيت كزبره ناعمه، وبعد كده عصرت ايه، ليمونه. طيب، ليه انا عصرت ليمونه؟ عشان خاطر يبقى فيه ميه جوه الكيتشن يخلي التتبيله ناعمه معاكي. طب لو انتي بتضربي في الكيتشن ولقيتيها لا، تعصري ليمونه تانية. طيب انا عصرت الليمونه، غسلتها كويس وعصرتها. يا جماعه نجيب بوله ونحتفظ بجلد الليمون، هقول لكم ليه في اخر الفيديو، دي اهم حاجه. تمام. بعد ما عصرت الليمونه زي ما انتم شايفين وجبت البوله وحطيت فيها قشر الليمون بتاعي، هجيب بقى شويه ملح وايه، واحطهم عليهم ملح بالكميه مناسبه. تمام. خلاص تمام كده. هتشوفي بقى التتبيله هتلاقوا فيها ميه وناعمه كده وانتي بتعمليها. انا عايزه اقول لكم ان جلد الليمون يا جماعه ما يترميش، مهم جدا جدا جدا. عشان هقول لكم ليه. دي التتبيله. مسكت بقى السمك بتاعي، قعدت بقى اتبله يمين وشمال وجوه وبره زي ما انا عايزه، وبسيبه على الجنب حوالي ساعتين او 3 في التتبيله دي. بعد كده بجيب حوالي 3 ليمونات او 4، الكميه اللي انت عايزاها بس ما يبقاش كتير قوي. يعني انا كده يعتبر في الثلاث سمكات دول حاطه 5 ليمونات، 2 جوه الكيتشن و3 عليه. بعصره كويس قوي قوي، وبحتفظ بقشر الليمون في البوله اللي احنا اتفقنا عليها. بسيبه بقى يتبل واروح اعمل بقى الرز الصياديه. رز بطريقه سهله جدا ومش صعبه، مش زي بقى الناس بقى بتضرب طماطم وتأخر الطماطم لا، رز الصياديه وهيطلع برضو لونه احمر. هو الفيديو مش مديله حقه، بس هو على الطبيعه طلع لونه حلو جدا ولونه احمر زي بالظبط بتاع المحلات. ازاي؟ بجيب البصل اخرطه زي ما انتم شايفين، وابدا ان انا احطه في الزيت. الرز السمك بيتعمل بالزيت مش بالسمنه. وابدا ان انا اقلبه زي ما انتم شايفين لحد ما يبقى باللون اللي انتم شايفينه قدامي ده. ببدا ان انا اضيف الرز بتاعي. يا جماعه انا بعتذر جدا على صوتي ده لان انا عيانه وعندي برد للاسف. ببدأ بقى ان انا احط الرز بعد ما الاقي اللون البصل وصل بالشكل ده، واضيف الملح بتاعي كمية قليلة. ليه؟ لان انت هنا لما بتيجي تغسل الكيتشن بعد ما تعمل التتبيلة بيبقى فيه لسه رواسب جوه، انا بقى بضيفها على الكوباية زي ما انتوا كده شفتوها. بضيف الكوباية دي، طبعا الكوباية دي فيها ملح، باخد بالي من الملح. بصوا بقى شكل اللون الرز كده، والله لونه يعني زي اللون المحلات بالظبط. طعمه كان تحفه. تعالوا بقى اوريكم الخلطه اللي بنعمل فيها السمك بعد ما سيبناه في التتبيله حوالي ساعتين او 3. بجيب الدقيق بحط عليه معلقه نشا او معلقتين ومعلقه كركم او كاري، وببدا امسك السمك بتاعي اعمله بالدقيق كله. وليه بقى بتقولي انت جايبه بوله ميه او قروانه ميه؟ ليه؟ بحطه كده على طول زي ما انتوا كده هتشوفوا، واطلعه واحطه على طول على ايه، على طبق، على فقروانه، في اللي احنا عايزينه. ليه؟ عشان خاطر الدقيق ما يقعش في الزيت بتاعي. كده انا مش هيبقى في الطاسه بتاعتي فيها دقيق كتير، بالعكس كده هيبقى الدقيق قليل اللي بيقع. انما لو ما حطيتيهاش في ميه، مسافه ما تاخدي السمك تحطيه في الزيت، يا هتلاقي دقيق كله وقع جوه الزيت. فكده دي بالنسبه لي افضل. يا رب اكون فدتكم بالمعلومه دي.
ان احنا نعمله بالدقيق، وان يا دوبك على طول كده ندخله في الميه ونطلعه ونضيفه في الزيت. تعالوا بقى نشوف الزيت بتاعي. حطيت الزيت بتاعي. وليه بقى بحط قشر الليمون زي ما انتوا شايفين؟ عشان اولا ما يديش ريحه زفاره في الشقه، بياخد ريحه الزفاره كلها او ريحه السمك اللي بتبقى موجوده في الشقه، لان معظمنا لما بنيجي نقلي السمك بيبقى ريحه البيت كلها سمك. لا، ضيفي قشر الليمون في الزيت قبل ما تحمري السمك، مش هتلاقي خالص ريحه في البيت ريحه سمك. اهو بصوا، مش لو لاحظتوا هتلاقوا ان مفيش دقيق كتير وقع فين في الطاسه بتاعتي. وانا بعتذر عن صوتي لان انا فعلا عندي برد. وبألف هنا. بصوا بقى المنظر. عملنا الطحينة، عملنا السلطة، عملنا السمك، عملنا الرز الصيادية بتاع السمك اللي هو تحفة جدا. انا عايز اقولكم ان هما بياكلوه كده من غير سمك. يلا بقى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايكات وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. بألف هنا.